ازيكم؟ النهارده مع الجمانية هنعمل فراخ في الشوايه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنبتدي ببصلتين كبار ابيض، معلقه كبيره فلفل اسود، معلقه كبيره ملح، ويبقى عندنا عودين زعتر، وعندنا 4 فصوص توم. نبتدي نفرك كل الكلام ده كويس. هناخد معلقه صغيره كبابه صيني، وهناخد بشرة جوز الطيب، ونص كوباية عصير ليمون ننزل معاهم ونقلب كويس. كده حشوة الفراخ خلصت، يلا بقى نحشيها. كده فراخنا جاهزة، هنبتدي نحشيها. هنحشيها ايه؟ هنحشيها البصل بتاعنا اللي احنا عملناه دلوقتي مع شرايح ليمون. بس قبل ده هنطري القلب. بمعنى ايه؟ بمعنى هنجيب الفرخة زي ما انتم شايفين كده بالظبط، وهنبتدي نوسع هنا واحدة واحدة ما بين اللحم وما بين الجلد. هنجيب زبدة بدرجة حرارة الغرفة عشان اقدر اشكلها واعملها زي ما انا عايز كده. حشوة مش عايز اقول لكم، يعني حشوة دي تتاكل حاف. ندخل جواها حتة شريحة الليمون كده عشان الفراخ. يلا نربط رجليها. كده احنا جاهزين على السيخ على طول. الفراخ كده اتحشت، اتحط لها الزبده بتاعتها. مش هنحط التوابل اللي احنا هنحطها على الوش دلوقتي. ليه؟ هنسخن الاول وبعد كده هنرش كل التوابل. زي ما انتم شايفين المنظر ده كده زي ما هو. حلو. بحط شوكه هنا الاول بالمنظر ده اهو، ادخلها واغرزها كويس عشان تربطها لي، وبعد كده ادخل الشوكه التانية. ده المنظر بتاع الفرخه. ليه؟ لان احنا لما هي هتقلب مش عايزها تقع، مش عايزها تلف على الهواء او تفضل تلف حوالين نفسها. عايز الشوك دي تبقى هي اللي ماسكاها، والسيخ هو بيلف جوه الفرن بتاع الجمانية، هي بتلف معاه مش بتلف على الفاضي. كده السيخ بتاعنا فراخ فيه ثابته وجميله. فاضل اخر حاجه هنثبت الجناحات، هنثبتها بالخله كده زي ما هي. هندهن الفرخه بقهوة سريعة التحضير أو اسبريسو. هنحط نقطة مية صغيرة، هنحط صويا معلقة كبيرة، ومعلقة عسل. كده هنبتدي ندهن الفراخ. عندي هنا بقى ملح خشن مش هلمسه، بعد كده هحطه كده. الفلفل الاسود الميكس الاحمر والاخضر والاسود مع بعض. كده فراخنا جاهزه على الشوايه على طول. يلا بينا. طيب كده فراخنا جاهزه، تدخل الفرن على درجه حراره 150 140 لمده ساعه. يلا. الفراخ هتدخل في الروتيسري. الروتيسري دي بالنسبه لي الشوايه اللي بتلف، وهنشغل المروحه عشان توزع درجه الحراره بشكل متساوي على الفراخ وتديها اللون المظبوط اللي احنا عايزينه. باب الفرن عندي هنا دبل جلاس. الدبل جلاس فيه ميزه، فبيحتفظ بدرجه الحراره، فبالتالي بيوفر في الغاز. ومع العزل الحراري في جوانب البوتاجاز مش بنحس باي سخونه في المطبخ مهما كان صغير. كده انا خلصت. انا قلت لكم هتطلع زي اللي بتشوفوها في الصور اللي في المجلات وعلى الانترنت، وانا ما كذبتش. المنظر ده مش طبيعي. اهم حاجه بس ما تنسوش تشيلوا الخله بتاعت الجناحات. هم جايبين لي طبق وشوكه وسكينه، دي ما تنفعش بصراحه، دي عايزه كده. انا اسف، ده انا لسه كمان ما دخلتش جوه، ده لسه بقى جوه البهاريز. الزبده مع البراش بتاع القهوه والصويا. جربوا الريسبي دي عشان انتوا هتتوهموا لو هتجربوها. سلام.